السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت وجبت لكم أكلات جزائرية تقليدية تاع الغرب الجزائري، وهي بالرزقان. مخدومة بالمبسس والغرس. جيبي 4 كيلات، 4 كيسان تاع السميد متوسط. زيدي له قرصة ملح، وزيدي كاس نفس العبر اللي تكيلي بيه تاع السمن. بسيهم مليح. الملح كي قلت قرصة ماشي قرصة، ديري شوية، نوع واحد المغرف صغيرة باش يجي مالح. الفطير هذاك المبسس هذاك يجي مالح. ومن بعد تبداي تشمخيه بالماء شوية شوية، وشغل راكي تفتلي فيه حتى تتجمع لك شغل كرة اون بول. وتكوني موجدة الطاجين تاعك يسخن على نار هادئة. خذي الكرة تاعك تاع العجين ودردري عليها شويه تاع السميد، وحليها على اللوحه تاعك البلون دو طرافاي تاعك. حليها على شكل دائري وسقمي لها الاطراف تاعها، ومن بعد ترميها في الطاجين تاعك. وحتى تشوفيها كي اللي نشفت تقلبيها الجهه الاخرى، واللي ما تعرفش تقلبها على 2 لوحات. كي يطيب الفطير تاعك تقطعيه فتات صغار، فتات صغار، وتخليه دكوتي. وميم طون تجبدي الغرس تاعك ابيبري 1 الكيلو تاع الغرس. وكي تنحيلو العظام يبقى لك واحد 900 ولا 850 غرام. تنحيلو العظام تنقيه كامل، وتجبدي حبه بصله رابيها، حبه صغيره رابيها، حطيها في مقله، وزيدي معاها هذاك الغرس، وزيدي كاس ونص تاع الماء، كاس ونص تاع الماء، وعلى النار متوسطه. خلطيهم. ماذا بك ديرهم تكرازيهم بالاخرى، هذيك تاع البطاطا، الهراسه تاع البطاطا، وزيدي لهم قرصه تاع فلفل كحل. ما يطولش معك، انت تقعدي تهرسي فيه بهذيك تاع الهراسه تاع البطاطا، ثم يذوب، يشرب الماء هذاك ويذوب. ومن بعد تولي على هذاك الفطير تاعك اللي فتتيه، تجبديه وديري فيه مسحه في مقله، فوتيه على نار دقيقه، شغل كي راكي تسحني في الطمينه. يفوت واحد 10 دقائق هكذا، ولا ما با واحد 7 دقائق هكذا. سحنيه، ومن بعد ديري فيه طبسي تاع اينوكس، ورمي عليه هذاك التمر. بصح المره الاولى كي ترمي عليه التمر نقصي، ما ديريش كاع الكسره هذيك، ديري بشويه اختار ما تخافي تخرج لك ناشفه. ومن بعد لا شتي ناقص زيدي، راهي موضح في الصوره. خلطي حتى يتلم، ومن بعد تقدميه للاكل، وترافقيه مع اللبن. ماذا بك اللبن تاع عرب رائع، وشهيه طيبه، وان شاء الله تسيوه وترجعوا لي بالخبر. سورتو الشرق والوسط الجزائري، كاين الناس اللي ما تعرفوش.